السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناة لمستي الذهبية. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم كاملين مهنيين. حبيباتي اليوم درت معكم هذا الخبيزات هذو بالحبوب، خبيزات رائعين جدا جدا وصحيين ايضا بالدقيق القمح الكامل. الصراحة يجيو هشاش ويجيو رطيطبين ما شاء الله، يجيو ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. اذا عجبوكم هذو الخبيزات هذو وحبيتوا تشجعوني، ما عليكم غير تخليوا لي لايك وتعليق وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وتفعلوا خاصيه الجرس حتى يوصلكم كل جديد قناه لمستي الذهبيه. هاد الخبيزات هذو يا البنات رائعين جدا جدا، وشوفوا كيفاش يجيو هشاش من داخل يعني الصراحه. واهم من هذا الشيء انهم صحيين وفيهم بذور، يعني فيهم حبوب كيما هكذا. فنقول لكم نجوزوا الى المقادير وطريقه التحضير. حبيباتي هنايا نجوزوا الى المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فانا هنايا عندي 250 غرام من الفارينه الكامله او لا فارين كومبليت بها بالمخاله نتاعها، يعني ماشي مصفيه، راهي تتشرى كيما هكذا. عندي هنايا الفارينه العاديه 150 غرام، 75 غرام من الخرطال او الشوفان، 150 ملي من الماء عادي. عندي هنايا ملعقه كبيره من السكر حبيبات وملعقه كبيره من خميره الخبز. بالنسبه للحبوب فانا هنايا حنحتاج الى ملعقتين كبار من حبوب عباد الشمس، وملعقتين كبار من الجلجلانيه، ملعقتين كبار من بذور الكتان. هنا عندي ملعقتين ايضا من حليب المجفف، و50 غرام من الزبده مقطعه بهذا الشكل هذا بدرجه حراره الغرفه، وبطبيعه الحال الملح. فاول حاجه نبدا بها هي نجيب الخرطال نتاعي او الشوفان نتاعي بهذه الطريقه هذه، نضيف عليه الحبوب وايضا نضيف عليه الماء حتى يتشرب ليه هذا الحبوب وهذا الخرطال هذا يتشربوا لي الماء. هذه اول مرحله نديرها. راح نخليها هكذا على جنب. ثاني حاجه انني نجيب السكر والخميره الفوريه ونضيف عليهم ايضا الماء، نضيف عليهم الماء الدافي بهذه الطريقه هذه ونخليهم يختمروا. هنايا حبيباتي انايا في الريسيبيون تاع العجانه او البيتران انا حطيت الفارينه نتاعي مع الفارينه كومبلي مع الحليب المجفف. هنايا الشوفان نتاعي راه تشرب لي هذاك الماء، والهدف من هذه المرحله هذه انه كي نجيو نتناولوا الخبز نتاعنا ما نلقاوهش، يعني الحبوب هذه ما نلقاوهاش قاصحه هكذا، ما نلقاوهاش جافه. فهذا هو الهدف منها. ميم راح نضيف هذا الخليط هذا نضيفه لهنا. حنضيف الملح ايضا، الملح الكافي. فنخلط الجميع. يعني هذه المرحله هذه تقدروا ديروها ديروهاش بالعجانه، تقدروا غير تعجنوا بيديكم. في نفس الوقت هذا الخبز هذا صحي بزاف، خصوصا اللي يديروا الدايت او يديروا الريجيم. في هذه المرحله هذه راح نضيف الخميره نتاعي.
ونخلط مره اخرى، وبعدين نحطها في يعني نحطها تستعجن لي. راها ما تديش وقت كبير منا في العجن، قرابه 10 دقائق فقط من العجين. المهم حتى نتحصلوا على خليط متجانس. والعجينه هذه راهي تجي شويه طريه، يعني ما تجيش قاصحه او ما تجيش شايحه، يعني ما تجيش يابسه، تجي طريه. فانا هنايا راح نحط العجين تاعي تعجن لي، ونبقى نزيد له نضيف له في الماء الدافئ. انا هنا يا حبيبتي بعد ما حسيتها انها يعني تعجنت لي كما راكم تشوفوا هكذا، راح نزيد لها الزبده، يعني هذا 50 غرام تاع الزبده، ونزيد يعني نكمل العجن حتى الخليط نتاعي يتشرب لي هذه الزبده كامله، ونرجع معكم باذن الله. هذا هو القوام تاعو البنات. شوفوا كيفاش يجي كيما هكذا. راه لازم عليكم انه يجي هكذا يتلاصق بين اليدين، يعني شوفوا طري بزاف باش يصلح لنا، لانه اذا كان خليناه شايح راح يتعجن لنا، ما يجيناش طري وهشيش. فانا هنا جبت غير سيبيون، راح نحط فيه العجين تاعي ونغطيه بالبابي فيلم، ونخليه يختمر لي يعني مده معينه من ثاني يضاعف لي الحجم نتاعو. فانا هنا نبل ايدي شويه بالماء كما راكم تشوفوا، ندير له بهذه الطريقه هذه، ونغطيه بالبابي فيلم. فكما قلت لكم انا هنايا غطيته بالبابي فيلم بهذه الطريقه هذه. راح نزيد عليه يعني منديل تاع الكوزينه بهذه الطريقه هذه، ونخليه يختمر لي، ونرجع معكم للتشكيل ان شاء الله. حبيبتي انا هنايا حطيت طاوله العمل، حطيت فوقها الفارينه باش ما يجينيش صعيب. كما راكم تشوفوا راهي تخمرات هذه العجينه هذه، راح نحطها ونشكلها. يعني التشكيل يبقى اختياري، شكلوا الطريقه اللي تبغيوها. يعني الكبر تاع الخبز نتاعكم يرجع لكم، تحبوا ديروه كبار او تحبوا ديروه صغار. انا هنا يا حبيباتي بعد ما شكلتهم بهذه الطريقه هذه، والمهم استعينوا بالفرينه حتى يعني ما تلصقش لكمش، وباه تساعدكم في التشكيل نتاعها لانها طريه بزاف. انا هنايا حطيت البلاطو نتاعي اللي يروح للفرن، درت عليه البابي كويسون وجدته، حطيت في صحن، حطيت هذه الحبوب هذه الجلجلانيه، وحطيت بذور عباد الشمس ومعاها الشوفان خليط هذا. المهم يبقى اختياري بالنسبه للتزيين، تقدروا غير تخليوه كيما هكذاك. هنايا حطيت حبوب البافو مع بذور الكتان، وعندي هنايا صحن فيه ماء
حتى يعني يساعدني على التزيين. انا هنايا الفرن تاعي راه يسخن لي، حطيته على 200 درجه. اول حاجه نديرها هي انني نجيب هذا الخبز نتاعي بهذه الطريقه هذه، نحكمه ونحطه شويه في الماء حتى يساعدني على الماء، هو اللي يساعدني على انه الخبز نتاعي يجي كامل فيه الحبوب هذه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذه. نحطها في البلاطو، نخلي العجين تاعي يختمر مره اخرى، يعني قرابه نصف ساعه كما هكذا، يعني قليل فقط. بهذه الطريقه هذه خليه نصف ساعه يختمر مره اخرى، وبعدين نحطه في الفرن ان شاء الله. قلت لكم على 200 درجه قرابه 25 دقيقه، ونرجع معكم في صحن التقديم. حبيباتي هذو هما الخبيزات نتاوعنا، او الخبز بالدقيق القمح الكامل مع البذور. صراحه يجيو بزاف ملاح وهشاش، ونتمنى انكم تجربوهم يا البنات. شوفوا كيفاش يجيو طريين وهشاش بزاف بزاف، يجيو رائعين. ما عليكم غير تجربوهم، واذا عجبكم تخليوا لي تعليقاتكم المحفزه وايضا انتقاداتكم. والان نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده. سلام.